لحد ما بيتبل كويس، وممكن تسيبوه ليلة كاملة بتخلي الطعم احلى بكتير. عندي بقى صينية الفرن هضيف فيها الفراخ اللي عندي واحط عليها بقية التتبيلة بتاعتي، وبعد كده اللي هتديها طعم حلو قوي قوي احط كام قطعة من الزبدة كده على وش الصينية وبس كده. هبدأ بقى اغلفها بورق زبدة وورق فويل، والفرن عندي بيبقى ساخن على اعلى درجة حرارة. بسيبه اول نص ساعة على اعلى درجة حرارة، وبعد كده بهديها في 3/4 سوا كده. بشيل من عليها الغطا، ومن وقت للتاني بديها بالفرشة كده مسحة على الوش من الصوص اللي نازل منها، وبتبقى بالشكل ده. في الاخر بفتح لها الشواية وبتاخد لون قمر زي ما انتم شايفينه كده. تقدروا تقدموها مع رز، مع فراخ، مع اي حاجة انتوا بتحبوها، او حتى لو حبيتوا تاكلوها بعيش كده بتبقى طالعة زي الزبدة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها.